المعلمين يا خويا شنقول لك داكشي بيناتهم دايرينو نورمال السيرفر هكا كيقول لك سيري في حالك وها هي جات هذه احسن منك. ملي كتكتشفي هذيك السيده كتلقاها هي طايعه له في داكشي اللي ماشي هو هذاك. ايوا المهم كنمشي كنقول له انا عطيوني غير الحقوق ديالي معك نكون خدمت واحد المده. كيقول لك لا ما عندك حتى شي حق انت ما يعني المعلم كيقول لك ما خدمتيش معايا كاع سيري في حالك. ايوا المهم يا خويا اش نعاود لك اخويا اسماعيل داكشي بيناتهم كنقول لهم حشومه راه هادشي ما خصوش يكون ما كيبغي ما كيقول لك ماشي شغلك كيقول لي هكا ولد المعلم وداكشي. وبالتالي يا خويا اش نعاود لك اخويا اسماعيل في واحد القهوه كنت نخدم انا كنخدم وقال لي اجي غير هذه ما كايناش مولا الطواليت تتقابل الطواليت ما دخلتش ودعني بقيت كنطير معاه تكررت ضربته. شنعاود لك اخويا اسماعيل الحقره لا الحقره يعني اخويا ماشي الحقره كتشوف انسان لاباس عليه وولادهم ما مأدبينش ما مخلقينش اخويا اسماعيل. علاش هاد الولاد هادو دابا ولاد الناس عندهم وهذا يعني ملي كتهضري مع باه يعني شنو يقول له يخصو يجي معاك يقول له عندها الحق راجل فانا تخدم يعني با هو مول القهوه لا كيقول لي با براسو كيقول لي ايوا سلكي معاهم زعما يعني ثاني كيحيدوني انا ويجيبوا وحده اخرى من تيبقاو عليا ديك مساكن الكليان حيدي في حالك حيدي ويدوروا معايا وكيقولوا لي حيده الشريفه هذيك راه حاجتك موسخه هذيك راه موسخه اللي معاهم. نقول لها حشومه انت براسك جيتي تخدمين تيقولي لا وانا نقول لا والاخرى تقول لا باش يخدموا الناس بالمعقول. شنو المعقول اخويا اسماعيل ما كاينش المعقول. علاش اخويا اسماعيل هذه انا ما نكذبش عليك تفقص على المغرب وتفقص على المغاربه اللي هكا حنا ما خصناش نكونوا هكا خويا اسماعيل. ما كانش حتى شي واحد من العائله ومن عائله الرجل واحد النهار طلع خويا مريض خويا مسكين ما عنده هو الوراق تبارك الله كيفهم داكشي خدام في داكشي ديال الزبل وطلع كيقول له حشومه عليك اختي راه كتخدم بشرفه شنو هادشي. هو عاد شاف فيها قال له راني فهمت. ايوا جا واحد الكليان قال لي سير الشريفه في حالك مسكين قلت لي 4000 ريال قال لي اش غنقول لك لا حول ولا قوه الا بالله. قال لي اللي خصو يخدموا اللي معقوله كيخدموا اللي ما معقولاش. هذا هو اسماعيل خويا اللي بقى فيا انا كنقول شو على دنيا وشو على حاله ما تعاود لك اخويا اسماعيل داكشي ماشي لقيتو غير في بلاصه ولا جوج ولا ثلاثه لقيتو في بلايص بزاف فيما مشيتي خويا كتبدلي كنقول نبدل هاد البلاصه نبا ما نلقى ناس مزيانين كتلقاي نفس المشكل كتمشي عاود تخدمي كيبقى عاود تخدمي واحد المده عاود تسمعيه كيقول لك وسيري معاه ديري معاه واش حنا جايين كنقولوا ما ديرها الخدمه شنو هادشي. كيبقى شحال واحد مسكين كان شي يسير هذاك واحد مزيان كيبقى يقول له شو ما عليك هذا اللي معاه بحال دابا الكرسون واحد اخر كيقول له وما تحرشوش عليها بعدوا منا. كيبقاو هكا كيقولها لك مباشره كيقول لك دابا حنا انت معرنا هذه الخدمه هذه سيري في حالك ولاد المعلمين وكل شيء معرنا بالخدمه بعدي منا صافي سيري وليتي انت اللي دايره المشاكل زعما زعما دايره لنا المشاكل. كنقول لهم حشومه ولا تجي شي وحده اخرى اي وحده الخدمه في وسط الخدمه من تخرجوا من يخرج بنادم كل واحد شغالو هذاك يعني الخدمه راه كتبقى خدمه ما كاينش اخويا اسماعيل لا حول ولا قوه الا بالله. وما بقيتش كنفكر ان الراجل ولا مشى بقيت نشوف انني خصني نخدم على ولادي تصدقت مشاكل اخرى. نقول انا علاش الدنيا هكا علاش بنادم هكا يعني فاش تكوني داخله في الباب تقولوا واش كاينه شي خميمه يعني ماشي راك انت باغيه شي حاجه اللي خايبه خويا اسماعيل فهمتيني. خويا بغيت نطرف الخبز بالحلال لولادي اما داكشي راه ما مزيانش لا داكشي ديال الفلوس راه خايب. شي مرات تبيع ولا تشري ولا دير حاجه مزيانه ماشي الحاجه اللي قبيحه. حيت يعني كيف قلتي انت في الاول كون كنتي باغيه هاد الطريق الخايبه كون يعطيك الصراحه خويا اسماعيل ما نلزمش يعني
كنقول لك ما كنبقاو نداب معاهم، كنقول لهم هادشي راه ماشي خدام. كنقول لك اخويا الحياه صعيبه بزاف. انا ما كانش يسحبني هكا، ماشي قلت انا زعما نوض انا نشمر معاهم. ملي قالوا لي حباب الراجل عطينا الدراري ما كنت حابني نلقى هادشي كله اخويا يكبروا مع عائله باهم وصافي زعما. وانا هذا، ولكن انا قالت لي اختي عطيهم لهم باش ما تلقايش صعوبات في الحياه. وانا اخويا كنتي ما قديتش اخي اسماعيل، ما قديتش يعني الوليدات تيقول لك امي ما تمشيش ما تقليناش يعني فاش كنبغي هذا كيقول كنبغي نخليهم كيقولوا لي امي دينا معاك دينا. لا خص ولادي يبقاو معاك. ما فكرتيش نقول يا ربي شي نهار باش غير باش نفرغ عليك هذا الشيء مزيان. ودابا الناس كتعاودي لهم اخويا وتعاودي المخزن وكتعاودي له ويبقى يقول لي المخزن. ملي كنقول له هذا الشيء كيقول لي ايوا عجبتيهم. واش انايا انت نجي كنقول لكم راه لا هادشي ما كاينش. هادشي خاصو الدليل وهذا تيولي معاقب ماشي. عطيك انت مخزن كنعاود لك بان راني تعرضت للتحرش، تعرضت لشنو. كيقول لي واي من عجبتيه وراه عشقك بغيتيه هذاك البرنامج بغي وحشومه. انت راك مخزن كنقول له ما تقولش هاد الهضره. انت بالعكس توقف معايا تساندني تعاوني. ايوا اخويا اسماعيل الدنيا ما صعيبه، الدنيا ما كاينش اخويا اسماعيل، لا حول ولا قوه الا بالله. وما عمري اخويا اسماعيل كنت نصوت في عقلي انا وفي دماغي بان كاين هذا الشيء. شحال وحده كانت كنسمع شي وحدين كيعاودوا هذا الشيء ولكن ماشي بهذا الحجم. عطيك ماشي بهذا الكيفيه. راه هكا ولد المعلم وقت انا جالسه كنخدم وغادي لي رجلي حاجه كنت عصار من شنو هذا الشيء حومه هذا الشيء هذا. ما كاين حتى خويا اسماعيل لا حول ولا قوه الا بالله. ايوا خويا تنفس مزيان اخويا اسماعيل. سمعت الحاجه اللي ملي كان كيقول لك سرقتينا درتينا فعلتينا. واش ما فكرتيش يعني فاش ولا هذا الشيء كثر عليك في الخدمه فيما مشيتي كتعرضي لهاد المضايقات ما فكرتيش انك مثلا تخوي البلاد ما تنقول البلاد يعني تبدلي المدينه وتقولي غادي ما نبقاش في فاس نمشي لشي بلاد اخرى؟ لا ماشي على المدينه خويا ما كاينش. الوليدات قابلوا ملي غير واحد الناس الله يجزيهم بخير معنا في الحي ما يمكنليش انا نخليهم اخويا لان انا هما نباو ما يمكنليش نخليهم ونسمح فيهم. ما جاتني الخدمه بزاف في البلاد فقادير جاتني الخدمه في البلاد بزاف ولكن انايا الوليدات ما يمكنليش نخليهم. دوك الناس كيتعاملوا معايا وصافي. من امي مريضه كانت مراه كبيره ومرضت مسكينه ما قدتش باش تقابلهم لي والاب ديالي توفى كنبقى باك وراه ما يخلينيش نخرج. با كان تيخدم وكان راجل مكافح زعما الله يرحمه ويرحم جميع سيدنا محمد. كان كيقول لي صافي الزواج مشى نحسبوا هذا الراجل مات ولا طلقك قلتي عطي الولاد ياكلوا. كان يعني كان راجل مزيان الله يعطيه الجنه ونعيم. ما كنتش غادي نخرج كاع انايا نشوف هذا الشيء يعني. هو كان كيقول لي لا راه بنتي تلقاي مزيان والقبيح راه ما تخرجيش. انا جلستي ومحداك ساعه مات مسكين مرض ومات مرض بالثقه وجا السدار مسكين مرض السدار ومات مسكين الله يرحمه. ايوا اخي اسماعيل الحياه صعيبه بزاف ولكن تكرت بزاف ماشي زعما على الخدمه ماشي عيب على المضايقات اي مراه على التحرش على ولادها ماشي مشكل. ولكن اخويا ملي كتخرجي لعند خوت هادو كيتسموا خوتنا خصهم هما يتعاملوا معنا هما يساعدونا ملي تنهضر تيقول لك واغي انت واحد اخرين ما كيديروش هذا الشيء اللي تديري انت كيمشيو معنا في الخط اللي باغي. كنقول له انا بنت عائله ما نمشيش معكم في الطريق. انا بغيت جيت الخدمه خصني نخدم صافي. ايوا اخي اسماعيل بزاف الناس حجر وطوب وتلاقيت ناس الله يعمرها سلعه حكيت لهم لاباس عليهم وقال لي لا حشومه لا ما خصوش يكون هذا الشيء. هادو ماشي ناس هادو حشومه عليهم. هادو ماشي ناس وماشي واخا يكون عندهم زعما الحمد لله الفلوس وكل شيء راه ماشي ناس هادو حشومه. لا ما خصوش يكون هذا الشيء ما كيبغيوش. ولكن كاين ناس اخرين اخويا الله يهدي ما خلق
بالنسبه للولاد ديالك وانت كتخدمي وصابره على هاد الضغوط، ما تاثروش بهذا الشيء اللي كيوقع لك؟ لا انا ما كنعاود لهمش اخويا. خصني يقراو، خصني يوصلوا، خصني يكونوا واصلين، فهمتي اخويا اسماعيل؟ اللي بغيتهم انا نوصلهم يكونوا مخلقين وناس وليدات مزيانين، ويعني ينفعوا راسهم، ينفعوا المجتمع ديالهم. يعني ماشي انا هذا ماشي زعما كاين بغيت انايا نعاود لهم هذا الشيء، لا ما نعاودو لهمش، لا ما نعاودولوش. لا ديالك نخليهم ساكن، لانه ما كانوا كيقراو نعاود لهم هذا الشيء غادي يتاثروا. لا ما يمكنش هذا الشيء، هادشي حشومه كاع تيتعاود، لاننا حنا مغاربه لا حول ولا قوه الا بالله خويا. داكشي اللي شت ما يعجبكش انت خويا اسماعيل، ولا ما يعجبش اي مغربي عنده النفس على المراه ديالو، الام ديالو، الاخت ديالو، ما يعجبوش هذا الشيء. طبعا يعني حنا كيما عنده طبعا هذا الشيء ما تيقبلو حتى حد، اي واحد. الله يعطيك الصحه خويا اسماعيل، ما تتقبلش لان حشومه. الانسان كيخرج على فرض الخمس الحلال، واللي هادوك براسهم الله يرد بهم ويعفو عليهم، لان الحلال بين والحرام بين. صحيح. لا انسان خصنا نكونوا هذا ناس مغاربه حرين. المغربي الحر هو اللي كيخدم الناس، كيدير لهم وريقاتهم، المعقول ديالهم، يخدمهم في القانون. واهم حاجه يحترم الكرامه ديال الناس، لان الناس عندهم كرامه، الناس عندهم كرامه ديالهم لا تباع ولا تشترى. الله يسترك اخويا اسماعيل، الكرامه هي كلشي الانسان. اما الانسان انت كتقول هذيك الهضره وانت معلم ديالها يعني، وكتطلب منا شي حوايج ما منطقيين، ما حنا ماشي هكا. خويا الزواج والطلاق كيوقع، الموت كيوقع، هادشي ديال الغياب كيوقع، راه بزاف ماشي، ولكن حنا كنخرجوا لعند خوتنا نخدموا معاهم في المعقول. هذه خويا اسماعيل فاش كنتفكر هادشي كنبقى نبكي. دابا ولادي كبروا الحمد لله، بارك الله وخدموا الحمد لله، اللهم لك الحمد. ولكن زعما انا بقى فيا اللي بقى فيك داكشي اللي داز عليك، اللي داز عليا. عطاك لان واش انت كتشد عليا الباب اخويا، هكا كيشد عليا الباب وانا كنقول له حلي اخويا، راني انا ما كيقول لي شوف اما نقول لك راكي سرقتيني. لهاد الدرجه يلوح عليك باطل. حق الله اخويا، وانسان كان ماشي انسان كان في المستوى شي حاجه، كان في المخزن لاباس عليه، زعما كان مسير حاجه ديال الدوله. ايوا هكاك اخويا. قلت له انت كنت زعما انسان، والمراه ديالو مثقفه مديره، ماشي شي وحده انسانه زعما اللي ما تقول هذا وهكاك. لا حشومه هادشي ما خصوش يكونوا اخويا اسماعيل. كنقول يا ربي نقدك غير باش نعاود لك. مرحبا. وصراحه هادشي بقدر ما كيأسف، بقدر ما كيخلينا نفتخروا بك، بقدر ما كنتاسفوا انه كاين ناس كيحاولوا يستغلوا بين قوسين الضعف ولا هاد المسائل ديال لا ما نقبلش انا خويا. ما كانوش كيبغيوني، ما كيحملونيش، يقول لك يعني هذا، وانا ما كنتش كنقبل اخويا. وكنت نقول لهم بحال دابا الا تزوجنا شي مده ديروا لي وريقات. حتى كيقول لي المهم انا نقول لك واحد الحاجه، قال لي ولد المعلم راه حاشا المستمعين. شنو قال؟ حاشا المستمعين. قال لي حاجه ما فيها، ما تشوف هذه هي الورق. يا لطيف لا ربي يا خويا العظيم، راه الله فوق مني، وراه حنا خوت، وراه والله ما تنكذب في هادشي اللي تنقول لك، الا تنقول لك الحقيقه خويا اسماعيل. زعما ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. باقي كتخدمي على لطيفه مستمره فاش كبروا الوليدات وهزوا راسهم هاد لا كبروا الوليدات الحمد لله، والوليد الكبير كيرفع عليا والوليد الصغير كيرفع عليا، اللهم لك الحمد. دابا الحمد لله خويا، الحمد لله. يعني ما بقيتيش بحاجه انك تخرجي تشتغلي بحال الاول. لا خويا انا كنت ديك الساعه في الحاجه خويا، ما نكذبش عليك. فاش خرجت ما عنديش انا اللي خلط لي لا ظلامه لا كرا لا حتى حاجه، والراجل مشى وانا ما هذا
والله يجازي بخير الناس، عاونوني الناس الله يجازيهم بخير، نكذبوا عليه الله. عاونوني المحسنين الله يجازيهم بخير الناس، وتعاملوا معايا الناس الله يجازيهم بخير. مزيان. وخرج لي الوليدات ما شاء الله خويا، الحمد لله اللهم لك الحمد. الحمد لله. لا خرجوا وليداتي صالحين في الحومه، والله الا كيقولوا لي هما باواتهم خرجوا سبحان الله، ماشي بحال اللي انت تبارك الله ربيتهم تربيه حسنه. واخا باهم ما كاينش، واخا المعيشه صعيبه لا والله الا كل شيء في الحومه تيقولوا لي برافو عليك لطيفه، راكي خدمتي دور زعما مزيان، دور زوج الراجل والمراه والحمد لله، وكنت مربياهم وما كانوا كيسمعوا لي، هما كانوا بعقيلهم الحمد لله. اللهم لك الحمد اخويا اسماعيل. مزيان. وشو هذا هو احسن حاجه، انك درتي الدور د الاب والام والمراه المكافحه الصبوره اللي حفظت الكرامه ديالها وبقات محافظه على ثقه. اسماعيل ملي كنت بنت قبل ما نتزوج ما كانش عندي مع هادشي ديال الفيسبوك ولا ما عنديش معاه، من عند الله سبحانه وتعالى. مزيان فهمتك. وهذا وحنا كبرنا في واحد الاسره محافظه، ولكن اسره الحمد لله ربنا خدم علينا وخدم علينا مزيان، زعما ما خاصناش ما عندناش الحمد لله، ولكن زعما اللهم لك الحمد ما كانش كيقول لنا جلسوا تتزوجوا ولو انسان فقير ماشي عيب، الفقر ماشي عيب، وتعاونوا مع ولادي. المهم غير ما يكونش شي حاجه اللي راك عارف خايبه ولا حاجه. كان راجل عنده معقول بزاف. مزيان. لا ما عندناش حنايا. وكان وداك الشيء كان عليه الاثر، التربيه كان لها الاثر على شخصيتك وعلى القوه اللي عطاك الله باش انك ما تستسلميش. هذا فهمتي. مع فاش راجلي غاب وديك الشيء الام ديالي الله يرحمها مسكينه قالت لي خدمي غير بدراعك على وليداتك. قلت لها واخا انا اصلا قلت لها راكي عارفاني ما قالت لي زعما لحقاش انت دابا تخرجي للشارع، وهي انا قلت لها لا حنا نخرج نخدم. قالت لي نطلبوا الله الخير زعما. وسبحان الله العظيم يا خويا بحال الام ديالي فهمت بان راه غنلقى الناس اللي قباحين. سبحان الله العظيم يا خويا. ايوا كيف تيقولوا راه تيقولوا الدنيا مخلطه. قلت لهم قباحين انا صاحبي زعما بحال دابا كاين اللي كتمشي تخدمي عنده كيقول لك سرقتي مثلا وكيبغي يهزل عليك، كاينين الناس من عند الله هكاك، ولكن ما توقعتش هادشي اللي عاودت لك، ما توقعتوش لان ماشي منطقي ماشي. نعم فهمتك والحمد لله تبارك الله عليك. الحمد لله على بارك الله فيك اخويا اسماعيل. عجبنا الحال. شكرا اسمح لي اخويا اسماعيل. بالعكس عجبنا الحال بزاف لاله لطيفه، وكنتمنى لك ان شاء الله شنو نقول لك الصحه والسلامه، وتشوفي دائما ولادك ديما تشوفيهم كيف ما انت بغيتي، والله يخليهم لك، والله تعالى غادي يجازيك على الصبر ديالك وعلى الشرف اللي دفعتي وعلى القوه. هذه هي المراه، شوف راه هذه هي المراه المغربيه، راه هكذا تيكونوا العيالات. وشي اخبار على هذيك السيده اللي عاودت لي على الابنه ديالها اللي دات لها مسكينه تباصل وحيدت لها كل شيء. شو مالها؟ لا شو مالها؟ هذيك راه ماشي انسانه هذيك عاصيه، راه عصات امها. شوما ولو شوف ولو انا كون بنت ونشري لوالديا كل شيء من نتزوج صافي داك الشيء يبقى عندهم، صافي يعني داك الشيء ديالهم. وفاش نتزوج ربي غيعطيني، لان الوالدين فاش تكون معاهم مزيان كيعطيك الله. فهمت اخويا اسماعيل؟ فهمتك. صحيح. بغيت نسولك واحد النقطة قبل ما نديروا لطيفة، بالنسبة للزوج ديالك وحبابو لعائلته، شي خبار عليهم، شي خبار على هذه الناحية؟ لا اخويا كيقول لك ما عندهم حتى شي خبار عليه، لا والو. يعني من سنوات هذه كاملة صافي ما بقاش والو، كيقول لك ما عندنا حتى خبار عليه، ما عرفتو حي ميت. لا والو اخويا، ومازال مجوجه به في القانون وفي الوراق.
لا مازال لحد الان اخويا. كنقول ربما كيقول لي الولد ديالي امي ربما يجيب بانا وهذا زعما يكون ظروف عنده ماشي زعما الخاطر فهمتي. يعني يولي يرجع لينا وترجع زعما الامور مع خويا. كان معايا مزيان الصراحه، ما كانش شي انسان قبيح صراحه. كان اختفى غير ديك الضغوط ديال العائله ديالو. غير الضغوط تاع العائله ديالو هي اللي، وكان عنده واحد الاب الله يعمرها سلعه بحال جاك، واحد الانسان طيب بزاف. بالنسبه لولادك بجوج تواصلوا شويه مع عائله باهم ولا لا؟ لا. ربما حيت مقلقين من انهم تخلاو عليهم من الصغر ياك. اي انت فهمت اخويا اسماعيل، ما مقلقين بزاف، ما كيقول لك ما كيجيوش، ما كيراقبوناش، ما كيعرفوناش، ما بحال اللي ما خواو البلاصه خواو. خلاوك منك للزمان ومنك لطيحي ونوضي تا كبرتيهم. صافي سيري ولا اري الولاد سيري فعال وسيري تزوجي. هكا كنقولها لي خو راجلي، قلت له لا انا ما نقدرش نسمح بوليداتي لا. لا لطيفه، نتمنى تكوني ارتاحيتي شويه وعاودتي لينا هذا الشيء. نعم اخويا اسماعيل، قلت لك نتمنى تكوني مرتاحه شويه في المعنويات ديالك. الحمد لله اخويا اسماعيل، دابا ارتحيت وعاد بحال اللي خويت عليك قلبي. هادشي اللي بغينا. مرحبا كنفتخروا بك بزاف وكندعموك لاله لطيفه. الله يبارك فيك اخويا. ونعم المراه، تبارك الله عليك. الله يعطيك الصحه والسلامه. الله يرحم والديك. بارك الله فيك.